السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة وسعادة. أصحابكم معا في حلقة جديدة من برنامج أبعاد الحياة. اليوم حلقة استكمالية لوفاة المرحومة الشهيدة شروق محمد اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات. حصلت حاجات جديدة وحصل صراحة مفاجآت كبيرة جدا، عشان كده كان لازم نستضيف أخوها الأستاذ شريف محمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ شريف، عشان هو اللي يقدر يتكلم عن اللي حصل أفضل مننا. طبعا احنا برضك بنقول رغم اللي حصل لشروق محمد وإنها ماتت، والدكتور محمد مقبل صاحب مركز ألفا اللي في عين شمس في جسر السويس أمام فندق السلام ما زالت مفتوحة حتى الآن. مستشفى الموت ما زالت مفتوحة. أنا مش عارف بقى صراحة فين وزير الصحة، فين نقابة الأطباء، فين المحامي العام، فين النائب العام. هي دي مش بني آدمة وإنسانة اللي ماتت؟ تركت طفلين، طفل رضيع ما كملش لسه أيام وطفلة صغيرة عندها 5 سنين. مأساة وحزن شديد. يعني مش عارف نقول ايه ونتكلم ازاي. هل معقولة الدكتور محمد مقبل زي ما بيقول ان ايده طايلة او انه يقدر بيشغل الدنيا بفلوسه يتلى كل الحاجات ديت؟ الناس قدموا شكوى في وزارة الصحة وعملوا بلاغ في الاسم وقدموا للمحامي العام وقدموا للنائب العام. كل الجهات دي كلها لسه لحد دلوقتي ما اتحركتش، والمستشفى ما زالت بتستقبل حالات سواء في القاهرة وسواء في مستشفى سوهاج اللي على كورنيش النيل. قبل ما نبدأ مع أستاذ شريف بنطالب تاني بإغلاق مستشفى الموت مركز ألفا للولادة لصاحبه الدكتور محمد مقبل ومحاكمته هو والدكتورة هبة محاكمة عادلة. احنا مش عايزين غير كده، محاكمة عادلة، عشان نحس ان دمها خدنا حق دمها يا اخوانا، ولادها الصغيرين. هنسيب الاستاذ شريف هو اللي يكمل ويقول على المفاجآت اللي حصلت النهارده. فاصل ومعانا بعد ما نرجع الاستاذ شريف محمد. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا الاستاذ شريف محمد الشقيق الأكبر للمرحومة شروق محمد اللي راحت وماتت عمدا وليس إهمال طبي من الدكتور محمد مقبل والدكتورة هبة، لأنهم سابوها تنزف 9 ساعات كاملة وما تحركوش. لما قالوا يفتح العمليات دكتورة التخدير قالت له دكتور مقبل افتح غرفة العمليات عشان نستأصل الرحم ونلحم الشريان اللي اتقطع. وهو بعد ما لبس اللبس عشان يخش اوضه العمليات قال لها ما اقدرش، انا ما عنديش امكانيات لاستقبال الحاله جوه دلوقتي وما عنديش اي امكانيات. طب ما انت ما عندكش امكانيات، خدت 11700 جنيه ليه؟ فتحت جيبك ليه وخدت الفلوس؟ ما عندكش امكانيات، فاتح المستشفى ليه؟ ما تقفل الزفته المستشفى بتاعت الموت، فاتحها لمين؟ اتقي الله، خاف ربنا. صراحة انت مش انسان، قلبك ده حجر. الانسان اللي هو بيكون بيحس بالبني ادمين اللي زيه، لكن انت ما عندكش رحمة ولا انسانية. الموت عندك عادي، مش فارق معاك. واحدة دخلت وماتت وخرجت وخلاص. نسمع كلام الاستاذ شريف. اتفضل يا استاذ شريف. هو اولا الله يرحمها وشروق اختي. هو اللي حصل ان هي راحت المستشفى حوالي الساعة 10:30، جالها وجع. جوزها وداها المستشفى طبيعي وتابع مع الدكتورة، قالت له تعالى على المستشفى. اسمها ايه الدكتورة ديت؟ هبة نصف. هي المفروض ان هي بيقولوا ان هي زوجة محمد مقبل. المهم راحوا على المستشفى، الحمد لله تمت الولادة حوالي الساعة 11:15 11:30. طلعت من العمليات 11:30. ابتدت نزيف من الساعة 12:30. طبعا 12:30 دي بقى تخيل احنا بندور في المستشفى كلها على دكتور، اصلا مفيش حتى دكتور كده لسه متخرج
يجي يطمنا على الحاله، يشوف النزيف ده من ايه، في ايه، نعم. مفيش غير الممرضين. لا حول ولا قوه الا بالله. فين لو انا الدكتوره جت الساعه 6 الا ربع، هيبقى ناصف جاي تقول بقى لا 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 مفيش حاجه الدنيا تمام ما تقلقوش، بس هاتولي 3 اكياس دم عشان نعلقهم لها عشان هي عندها انيميا والدنيا هتبقى تمام. طب ماشي نروح ندور على دم. على ما جبنا الدم بقت حوالي الساعه 7. طبعا اختي كانت في حاله لا يرثى لها، هبوط حاد طبعا من قله الدم. هما جم ما لقوش دم بعد ما اتصفت والدم اللي في جسمها كله اتصفى. مسافه ما علقوا كيس الدم والدم جري في جسمها تاني، ابتدى النزيف تاني مسافه ما الدم وهو متعلق. لا حول. يا دكتور كان جه الدكتور محمد مقبل بقى الساعه 8:30. 8:30 بالليل جه؟ ده محمد مقبل هو الحاله تبع هبه ناصف. ماشي، يعني هو اللي مدير مولد. المستشفى وصاحب المستشفى. ما هي بقى مراته اكيد اتصلت بيه واستغاثت بيه، تعالى الحقني. هي كانت موجوده في المستشفى ولا هربت؟ لا هي جت الساعه 6 الا ربع. جت الساعه 6 ربع والحاله 6:30. كانت 12 ونص. 6:30 دي احنا ما لقيناش هبه ناصف قدامنا، ما فيش غير محمد مقبل هو اللي كان واقف. لو ثواني بس، يعني هي الحاله بدات تنزف 12 ونص، جت 6 الا ربع. الدكتوره كانت سابت المستشفى وهربت. مش هربت، مشيت. رجعت الساعه 6 ونص لما انتوا كلمتوها. 6 ونص بعد 4 ساعات ونص. طب انت مش موجوده، المفروض يبقى في دكتور على الاقل بيتابع الحالات اللي والده، صح؟ صحيح. ده طبيعي في اي مستشفى. ايوه. مفيش حتى طفل دكتور نساله في ايه. ما علينا. جه الدكتور محمد مقبل بقى وقف معانا، يا جماعه احنا لازم نحول الحاله دي مستشفى الدمرداش عشان انا ما عنديش امكانيات اتابع حاله زي كده. لا حول. يعني ايه يا دكتور؟ جت دكتوره تخدير قبل ما تتصل، هم اللي اتصلوا باسعاف. يا دكتور لازم ندخلها اوضه عمليات فورا. قال لها اسكتي. خرج بره الاوضه ورجع، كان لابس لبس بقى العمليات. رجع قالت له يا دكتور لازم نخش عمليات ونستأصل الرحم عشان في مشكله كبيره جوه، ولو ما دخلناش البنت هتموت. قال لها لا انا ما عنديش امكانيات ان انا افتح اوضه عمليات واعمل لها عمليه زي دي كده. طب انت فاتح المستشفى ليه؟ طب انت ما عندكش امكانيات، خدت 11700 جنيه ليه؟ وقبلت حاله ولاده ليه؟ حاله الولاده ليه؟ ما دي مش هقبل حالات ولاده اصلا. اشتغل في الحقن المجاني. شغلها مراجيح وخلاص، بدل المستشفى شغلها مراجيح وخلاص، اعملها مولد، اعملها هيصه. اكسب قرش وقرشين. مش بتقبل الحاله وانت ما عندكش امكانيات عشان لو حصل اي مضاعفات ولا اي حاجه تتعامل معاها. مين يقول كده؟ في شرع مين؟ فين نقابه الاطباء من الكلام دوت؟ المفروض نقابه الاطباء كانت توقفوا عن العمل وتسحب ترخيص المستشفى، سواء هنا او سواء مستشفى الفرع بتاع سوهاج. هو ده الصح، ده شرع ربنا، هو دي بلادنا عشان بنخاف على اولادنا. الاصل كانت تسحب دلوقتي حضرتك الترخيص بتاع المستشفى. هو انا قدمت في كذا جهه طبعا شكاوي، بس هكمل الموضوع. المهم اتصل بالاسعاف وبلغ بالحاله ان هي هتتحول لمستشفى الدمرداش. استاذ يا فندم احنا معانا مداخله بس عشان بتاع الهوا. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم، معاك حضرتك. معايا برنامج صوت الجيل. ايوه يا فندم، راديو صوت الجيل يا فندم. مع حضرتك استاذه ساره محمد. اهلا وسهلا يا استاذه ساره، ازي حضرتك يا فندم؟ سبب بخصوص مستشفى اللي قتلت البنوته من اسبوعين، المدام اللي ماتت وسابت طفلين. استاذه شروق محمد الله يرحمها. استاذه شروق محمد بالظبط كده. ايوه يا فندم. انا من سكان عين شمس والمستشفى لغايه دلوقتي مفتوحه. مفتوحه لحد دلوقتي المستشفى؟ دلوقتي ما اتقفلتش؟ انتوا مقدمين شكاوي وازاي انتوا مقدمين بلاغات ولغايه دلوقتي محدش سمع لكم. اخوها حضرتك زي ما سمعتي على الهوا دلوقتي بيقول ان مقدم شكاوى في وزاره الصحه ومقدم شكاوى في نقابه الاطباء وعامل محضر في القسم وبلاغ عند المحامي العام. فين كل الناس ديت؟ فين وزير الصحه؟ فين المحامي العام؟ محدش لغايه دلوقتي. ازاي قفل المستشفى؟ ازاي مستشفى زي دي مفتوحه لحد دلوقتي؟ شكرا لحضرتك يا استاذه ساره، متشكرين جدا يا فندم. شكرا. ان شاء الله باذن الله هتتقفل خلال الاسبوع ده ان شاء الله، واحنا مش هنسيبه غير ما تقفل المستشفى. حق كل البنات ان شاء الله. واحنا بنقول اهو على الهوا مش هنسيب محمد مقبل لان هو مش دكتور، مش انسان وما عندوش رحمه.
مش هنسيبه ان شاء الله غير لما حق شروق يجي ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم، السلام عليكم. اديك سمعت استكمالا للموضوع، الدكتور محمد بوجبل بكل سلاسه بقول له ازاي هتوديني الدمرداش؟ الدمرداش دي لازم اكون حد فيها، مش هيقبلوني كده والحاله دي جايه من بره. قال لي يا استاذ اللي معهوش واسطه مش هيعيش في البلد دي. قلت له ازاي بقى حضرتك معاك واسطه يعني هتدخلنا المستشفى؟ قال لي انا واسطتكم. قلت له انت مين؟ انت ربنا فوق الكل، انا ربنا معانا، بس ازاي انت هتدخلني؟ قال لي مالكش دعوه بقى، ده دوري انا هدخلك، انا هعرف ادخلك ازاي. وبالفعل الصراحه اتصل بالاسعاف، جت حولتنا على الدمرداش. طبعا هو كان بيضحك علينا عشان يرمي المسؤوليه على جهه تانية ويعملها موضوع شائع بين المستشفيات، هو ده كان قصده طبعا. فالدمرداش كتر الف خيرها، حتى الدكتور اللي هو كان مكلمه ما كانش موجود، بس الدمرداش صراحه عملت اللي عليها واستقبلت الحاله واهتموا جدا جدا جدا، وكتر الف خيرهم. بس هو ملهاش عمر ان هي تعيش. ودخلنا جبنا دم تاني غير اللي احنا جبناه هناك، بس ماتت في الدمرداش الساعه 2 وما لهاش نصيب ومالهاش عمر. طيب حضرتك قدمت شكاوى فين يا فندم؟ انا مقدم في وزاره الصحه، نقابه الاطباء، في اداب المهن، في العلاج الحر، في وزاره الخارجيه، في الرقابه الاداريه. مقدم وان شاء الله هبعت جواب لرئاسه الجمهوريه. ومقدم فين تاني بسم الله، ووزاره الصحه والمحامي العام. والمحامي العام. كل الجهات دي انا مقدم لها، ولغايه دلوقتي مفيش اي اجراء. مفيش اي رد ولا اي اجراء لحد دلوقتي ولا اي اجراء. فالاستاذه اللي المحضر اصلا لسه موجود في القسم وما راحش النيابه، المفروض انا متابع فيه. قالوا لي ان شاء الله يوم الاحد تعالى وهتلاقيه في النيابه وهنبتدي التحقيق فيه. الاستاذه ساره اللي هي عملت المداخله دلوقتي قالت الكلام ده، قالت هي ساكنه هناك، تقول ان المستشفى لسه مفتوحه. لا المستشفى شغاله جدا، بيستقبل حالات عادي جدا، ومش اول حاله تموت بسبب. مش فارق، مش اول حاله. لا طبعا. طبعا انت حضرتك في واحده انا معايا رقمها وبتابع معاهم، ناسين في بطنها المشيمه بتاعت الطفل، ودي بس الحمد لله ربنا كرمها وعاشت. اسمها ايه الست ديت؟ هو زوجها اسمه استاذ محمود. وواحده تانية في اسوان دي ماتت بس هم ما توصلوش للسبب. والله يجازيه خير الصراحه. هو بص، هو الموضوع فيه اهمال طبي غير عادي، لان انت تسيبها تنزف من الساعه 12:30 للساعه 9:30 لغايه ما جت الاسعاف. ده مش اهمال طبي، ده قتل عمد. قتل عمد. ان هو عارف ان الحاله دي لو اداهوها، ده راجل دكتور، انت المفروض عندك عمليات. عارف ان الواحده بتنزف في الوقت ده كله هتموت، هتعيش ليه؟ والله يرحمها يا شروق ويخلي عيالها لجوزها. حابب نشكر حضرتك يا استاذ شريف. يا اخت حضرتك جت بره دلوقتي، فطبعا عايزينها تيجي بردك تتكلم عنها بردك ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم. فاصل ونرجع لكم بعد قليل. شكرا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا اخت المرحومه شروق محمد، الاستاذه شهناز محمد. انا سلام حضرتك يا فندم معانا في البرنامج، والبقاء لله، وربنا يرحمها وتقبلها من الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الشهداء 6 منهم المبطون والمذكور، وهي اختك رحمها الله عملت فتح بطن ولاده فتح بطن. ربنا يقبلها من الشهداء رب العالمين. قبل بس ما نبدا بس مع حضرتك، عايزين نعرف الناس التقرير الطبي. ايه اسباب الوفاه اللي خارج رسمي من مستشفى الدمرداش، واحنا بنوجه التقرير الطبي دوت، وانا عارف ان انتوا استلمتوه لوزير الصحه والاسم عين شمس، وللمحامي العام معالي المستشار المحامي العام، وتقدم لنقابه الاطباء الجهه المنوط بها اغلاق المستشفيات وسحب التراخيص. التقرير عشان الناس تبقى عارفاه مات ازاي: هبوط حاد في الدوره الدمويه نتيجه توقف في دوره في عضله القلب ووظائف المخ العليا، وكانت المريضه تعاني من نزيف بالبطن. ما بعد بعد النزيف دوت جه بعديه على طول غيبوبه، وقعدت زي ما اخوها شرح من الساعه 12:30 للساعه 9 تنزف نزيف حاد.
يا دكتور مقبل، يا اللي ما انتش انسان وقلبك حجر ومش بني ادم. يا اخي لو اختك دي ترضى كده، لو مراتك هتسيبها تنزف كده؟ انا مش عارف اي نوع من البشر. انت ليس من البشر ولكن انت من اكل البشر يا دكتور مقبل. اتفضل يا استاذ شاهناز. والله اللي حصل ده يعني ما كانش بالسهل ان حد يستحمله، انها تسيب طفل عمره ايام وطفل 5 سنين. ربنا يكون في عونهم وعوننا، ووالدتي منهارة جدا بسبب اللي حصل. ربنا يا رب يصبرها يا رب، ويصبركم يا رب كلكم. اللهم امين. ربنا يصبرها ويصبركم يا رب كلكم. اللهم امين. فهم يعني هو قتل عمد زي ما حضرتك قلت، مش اهمال طبي. ان هم يبقوا عارفين انها بتنزف وبيكذبونا وبيقولوا لنا لا مفيش حاجه، هي كل اللي عندها انيميا بس، احنا عايزين اكياس دم. وما بيقولوش اصلا، ما قالوش حكايه النزيف دي غير في الاخر خالص الساعه 9 لما لقوا انها بتموت بقى، وكانوا عايزين يمشوها من عندهم عشان يخلوا مسؤوليتهم خالص. يا بنتها عندها كام سنه؟ 5 سنين ونص. يعني هي تركت بنت صغيره عندها 5 سنين ونص، وتركت بنت صغيره او ابن صغير، الوليد الصغير، الوليد اللي بقاله كام يوم، وماتت بعد ما ولدته على طول. فمش والله يعني انا مش لاقي كلام اقوله. مش بنكتب مش بنقول الحاجه دي للاثاره ولا حاجه، ولا هنكسب من الفيسبوك زي ما بيقولوا ولا اي حاجه. الحمد لله احنا مش مشتركين في الكلام دوت، ولكن ده حق ربنا. حق ربنا ان نعتبر البنت دي فعلا اللي هي توفت دي عليها رحمه الله، نعتبرها اختنا، نعتبرها بنتنا. لازم تشيروا الحلقه دي في كل حته وتفضحوا الدكتور مقبل والدكتوره هبه ناصف، علشان ما حدش يورد عندهم تاني. الراجل لسه فاتح المستشفى وبيستقبل حالات، لما ياخد في حاله ولاده 11700. ازاي؟ ليه؟ انت بتولد في طياره؟ هو انت عامل مستشفى الخاصه بتاع الطياره واحنا مش عارفين ولا ايه؟ 11700 ورغم ذلك قتلتها. ده قتل عمد. انتظر مع حضراتكم دي مداخله يا فندم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مين معانا؟ محمد صلاح اهلا وسهلا يا فندم. ده معانا الاستاذ محمد صلاح زوج المرحومه شروق. اتفضل يا استاذ محمد. بقاء لله اولا، وربنا يتقبلها من الشهداء ويصبر قلوبكم كلكم. اتفضل حضرتك. انا بعتذر عن عدم حضوري ده اولا. ثانيا انا لو ينفع احكي اللي حصل لمراتي من ساعه هما اخوها حكى صراحه واختها حكوا اللي حصل، فعشان بس الجمهور بس ما يزهقش مننا، احنا عايزين نعرف بس الحاله بتاعت حضرتك وولادها دلوقتي ايه. طبعا سابت لك طفلتين. ربنا يصبرني طبعا، امين يا رب، ويقويني على المسؤوليه اللي هي سابتها لي دي. ضمن الاسباب ان انا ما عرفتش اجي لحضرتك النهارده، يعني او اجي لحضراتكم النهارده ان انا قاعد بالولاد. ربنا يعينك يا رب ويقويك عليهم يا رب. بس احنا نستغيث بسيد رئيس الجمهوريه سيد عبد الفتاح السيسي من خلال حضرتك باتخاذ اجراءات سريعه في القضيه، لان الموضوع انا مقدم شكوى في وزاره الصحه، ومقدم شكوى في رئاسه الوزراء وفي العلاج الحر وفي الرقابه الاداريه. انا عايز الحاجات دي كلها، يعني يا ريت تتحرك، يا ريت ياخدوا اجراء. الناس دي ما فيش قلوب رحمه، حتى ما حدش حاول يتواصل معانا ان هم يعدونا حتى. احنا بنضم صوتنا لصوت الاستاذ محمد صلاح زوج المرحومه شروق، وصوت اخوها الاستاذ شريف، واختها الاستاذ شهناز، واكيد والدتها نفس الكلام. اجراءات ما اتحركتش ليه؟ بنقدم صوتنا لصوته واستغاثه رئيس الجمهوريه وقدمت شكوى للنائب العام بتحريك سرعه تحريك الاوراق واغلاق مستشفى الموت مركز الفا الدكتور محمد بقبل جسر السويس امام فندق السلام. مركز الفا للولاده دكتور محمد مقبل امام فندق السلام بجسر السويس، وتقديمه لمحاكمه عادله هو وزوجته او هو والدكتوره هبه ناصف.
دي العداله بتاعت ربنا، وعايزين نشوف حق شروق، حق دم شروق يرجع، حق البنتين، حق البنت والرضيع اللي سابته، حق امها اللي بتبكي عليها، حق اخواتها اللي بيبكوا عليها، حق جوزها اللي سابته لوحده. عايزين حقها يرجع ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا فندم، والبقاء لله، وربنا يصبركم يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. السلام. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومع الأستاذة شريهان أخت المرحومة شروق محمد. يعني أنا بضم صوت لصوتكم احنا وصوت جوزها. محتاجين بس حد يحرك الشكاوى دي، يبقى معانا. انما يعني- ما فيش اي حاجه بتتحرك. يعني احنا مقدمين في الاسم وفي وزاره الصحه وفي نقابه الاطباء وفي كل حته. محتاجين نشوف بقى نتيجه لده، تتحاكم. احنا مش طالبين غير العداله، انها تتحاكم. قتلت واحده تتحاكم، تاخد جزاتها. لو الدكتور مقبل برضك يتحاكم طالما ان هو والمستشفى عرف تتقفل. لازم وموجود المستشفى تتقفل. ومرضاش يفتح العمليات. طب انت فاتح المستشفى ليه؟ ما عندكش امكانيات انك تعمل عمليه وتشيل رحم، فاتح المستشفى ليه؟ ما عندكش اكياس دم نقعد احنا نلف بالساعات عشان نجيب لها اكياس دم؟ يبقى ملهاش اي لازمه ان انت تفتح مستشفى. موضوع الدم ده مشكله في جميع المستشفيات. لا، احنا بنتكلم على عدم فتح العمليه، غرفه العمليات لاستئصال الرحم. ما عنديش امكانيات. طب فاتح ليه المستشفى؟ طب بستقبل حالات للولاده ليه؟ ما معروف ان لازم تحصل حاجات ومضاعفات بعد الولاده. ممكن يحصل نزيف بعد الولاده، الكلام ده وارد. بس ليه علاج، ليه متابعه. هو خاف حضرتك يفتح اوضه العمليات. هو حتى لو عنده امكانيات هو خاف. هو كان عايز يخلي مسؤوليته تماما، عشان كده مشاها من المستشفى. لا حول ولا قوه. هو بيعمل عمليات كبيره عنده، وبيعمل حقن مجهري، وبيعمل اكيد عنده امكانيات، بس هو خاف. قال لا انا مشيها من هنا عشان اخلي مسؤوليتي تماما. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. لازم حقها يجي ان شاء الله، وحق عيالها. التقرير الطبي واضح جدا للمشاهدين، واضح جدا معالي وزير الصحة، واضح جدا لنقيب الأطباء في مصر. التقرير واضح جدا. هبوط حاد في الدورة الدموية كان بسبب النزيف اللي استمر من الساعة 12:30 للساعة 9 بالليل، وكمل لحد الساعة 2 بالليل، يعني لحد الوفاة. يعني من 12:30 ل 2 بالليل واحدة بتنزف. طب ما لازم تموت، لازم تتصفى. فاحنا بنقول لنقيب الاطباء، مع نقيب الاطباء لو سمحت افتح التحقيقات. التقرير الطبي واضح جدا، لازم نعرف فيه ايه. معانا مداخله خارجيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم، اهلا وسهلا. انا كنت متابع البرنامج وشايف مين معانا الاول يا فندم؟ محمد مختار معاك. اهلا استاذ محمد، اتفضل. اهلا بيك اهلا بيك. كنت متابع البرنامج على اساس ان المرحومه اللي كانوا بيتكلموا عليها دي في المستشفى. المستشفى دي عارفها تقريبا، كل يوم بعدي عليها في الطريق، بس هي شغاله حاليا لان انا كان شايف كذا شكوى. فعلا هم اهلها فعلا قدموا شكاوى كتيره جدا، بس احنا لسه عارفين من برضك كان اخت عامله مداخله معانا وقالت ان المستشفى مفتوحه، وانت حضرتك بتاكد الكلام دلوقتي. فعلا لان انا كنت بشوف، يعني انا عندي المدام برضه على ولاده، فكنت بحاول ان انا اعرف عن المستشفيات التقييم بتاعها، فانا رايح جاي عليها تقريبا يوميا المستشفى دي، بس هي شغاله بس التقييم بتاعها كان زيرو، والحالات عندهم بتنزل كتير جدا. ده مش عارف بصراحه وزاره الصحه سايباهم لغايه دلوقتي دي حاليا. وزاره الصحه ونقابه الاطباء. انا بالظبط، يعني انا بالظبط انا بضم صوتي وصوت العائله المرحومه دي الله يرحمها، ان هم يتخذوا القرار، يعني سواء من رئاسه الجمهوريه، من وزاره الصحه، من رئاسه مجلس الوزراء. عشان كده حرام بصراحه اللي بيحصل. شكرا حضرتك يا استاذ محمد، شاكرين جدا على المداخله بتاع حضرتك يا فندم. شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا معاك. احنا بننهي حلقتنا وبنطالب معالي وزير الصحه، بنطالب نقابه الاطباء باصدار قرار فوري باغلاق مستشفى الموت مركز الفا الدكتور محمد مقبل للولاده والحقن المجهري. اللي حصل لشروق مش اهمال طبي، اللي حصل لشروق يا معالي المحامي العام، يا معالي النائب العام، اللي حصل ليها قتل عمد، لان سابها تنزف من الساعه 12:30
للساعة 2:30 بالليل. دي أول حاجة. الحاجة التانية لما طلبوا دكتورة التخدير، طلبت الدكتور محمد بوقبل بفتح غرفة العمليات علشان تستأصل الرحم وتوقف النزيف، رفض، قال لها ما عنديش إمكانيات. طب أنا ما عنديش إمكانيات أفتح المستشفى ليه؟ بستقبل ليه؟ وباخد 11700 جنيه، باخد 11700 جنيه ليه من الناس ليه؟ لأن هو واخد من الأستاذ محمد صلاح 11700، خدتهم ليه؟ خدتهم عشان إيه؟ شكرا لحضراتكم. كان معكم دكتور مجدي الناظر، برنامج أبعاد الحياة على راديو صوت الجيل. انتظرونا الأحد القادم. الحلقة كانت على الهوا، كانت في مداخلات، وبرضك الحد الجاي هيبقى في مداخلات برضك. اللي عايز يخش ويتكلم 010-200-12-894. المداخلات 010-200-12-894. انتظرونا الأحد القادم. السلام عليكم.